بمنتهى البساطة أنا بدل ما أقعد أدي لنفسي حاجات كتيرة جدا أعملها وأقعد أغيرها في روتيني، لأ، عايزين نبدأ واحدة واحدة. يعني اللي بيخليكي توقفي إن انتي ممكن تكوني بتدي لنفسك تاسك كتيرة جدا وكلها جديدة عليكي، فطبيعي الدنيا فاهمة مش هتظبط معاكي. الموضوع يعني هيخس منك من الآخر وهترجع قريمة لعادتها القديمة. ازيكم، ايه الأخبار؟ ساعات بيبقى الواحد عنده حماسة أو شغف وعايز يبدأ في حاجة وبيبدأ فعلا بس مش بيكملها. ايه اللي بيخليني أبدأ في حاجة وما كملهاش؟ طبعا في أسباب كتيرة جدا وحسب الحاجة يعني، وحسب كل واحد وظروفه. بس في حاجات common بينا أو متعارف عليها احنا ساعات بنعملها غلط، وعايزة بقى البنات اللي بتتفرج عليا تقولي تجربتها في الكومنتس عشان نستفيد من بعض. طيب، ممكن أصلًا يكون أنتِ عايزة تدخّلي حاجة جديدة في حياتِك، بس ساعات كده الواحد بيبقى قاعد وعايز تيجي له كده فكرة، أنا عايز أعمل 1 و2 و3 وكمان 10، وتقعدي تقولي ما عادي، ما هي حاجات سهلة، ما أنا هاعمل ده وده وده، وبتبقي فاكرة إنها سهلة، وفعلًا تقومي وتعمليها، بس يعني اللي هو يومين 3 وتلاقي نفسِك وقفتِ ورجعتِ تاني، وأصلًا نسيتِ اللي كنتِ عايزة تعمليه. مع إن بمنتهى البساطة أنا بدل ما أقعد أدّي لنفسي حاجات كتيرة جدًا أعملها وأقعد أغيّرها في روتيني، لأ، عايزين نبدأ واحدة واحدة. يعني اللي بيخلّيكِ توقّفي إن أنتِ ممكن تكوني بتدّي لنفسِك task كتيرة جدًا وكلّها جديدة عليكِ، فطبيعي الدنيا فاهمة مش هتضبط معاكِ. الموضوع يعني هيخَس منِّك من الآخر وهترجع قريمة لعادتها القديمة. فأنا أول حاجة إن أنا أبدأ حاجة، حاجة أو بالراحة. أنا دلوقتي مثلًا عايزة أركّز في الدراسة مثلًا، ما ينفعش بقى أقعد أقول ده أنا هاركّز بقى في الدراسة، وهاركّز بقى في الgym، وهاركّز بقى مع صحابي هاخرج معاهم، وتقعدي بقى تجيبي كده plan اللي هو عارفين الplan المثالية زيادة عن اللزوم، وهاعمل كل ده، وأيوه ومش عارفة إيه، وهاصحى من بدري وأقعد أذاكر، وبعدين أروح المحاضرات وأروح السكاشن، وآجي مش عارفة أعمل إيه، وأساعد ماما في المطبخ. فاهمين؟ تقعدي كده تحطي plan، هو المفروض إن ده فعلًا الtarget اللي أنا مثلًا عايزة أوصل له، بس ما ينفعش كله تدخّليه فجأة مرة واحدة، عايزين نبدأ واحدة واحدة. فأنتِ أول حاجة اهدي على نفسِك كده وبالراحة، وابدئي بحاجة واحدة بس اتقنيها، ولمّا تتقنيها ادخلي على اللي بعده. طيب، ممكن يكون حد بدأ بحاجة واحدة بس برضه مش اللي هو بدأ وبعد كده زهق، ما كمّلش، نسى، لقى نفسه ما بيعملش، ما بيلتزمش، فخلاص يأس من نفسه، فاهمين؟ أنا أولًا طبعًا لازم أكون فاهمة نفسي، يعني أنا لازم أشوف إيه التريكات اللي يعني أنا إمتى باكون متضايقة، فممكن تكوني أنتِ أصلًا جيتِ في وقت أنتِ دلوقتي مضغوطة في حاجة تانية، متضايقة مثلًا، في اللي هو كسلانة، ممكن يكون عليكِ حاجات تانية شاغلة تفكيرِك، فاهمين؟ فطبعًا أنتِ لازم تكوني فاهمة نفسِك، لازم تختاري الوقت المناسب. طيب، ولنفرض إن أنتِ فاهمة نفسِك وعارفة هتبدئي بإيه وخلاص بقى، بس برضه ما بتبدئيش. طيب، لازم أكون واخدة بالي كويس جدًا إن أنا طبعًا لازم أكون أحدد الوقت المناسب، يعني أنا كل ما أحدد وقت صريح، أنا مثلًا عايزة أروح الgym، هاحدد يوم التلات الساعة 17:00 هاروح الgym، وأبقى عارفة يعني طبعًا هاختار يوم مناسب وميعاد مناسب، يعني مثلًا أنا باخلّص شغل بدري شوية، فالدنيا هتبقى تمام معايا، هاكل قبل الgym مثلًا بساعة ساعتين وهكذا. فاهمين؟ فأنتِ اقعدي اعملي الplan، شوفي إيه الدنيا معاكِ، الوقت المناسب، ويُفضّل يكون كل ما هيبقى في ميعاد محدد ويوم محدد ووقت صريح، ده هيسهّل عليكِ الدنيا، أحسن ما تقعدي تقولي أنا الأسبوع الجاي هاروح. أيوه، الأسبوع الجاي اللي هو إمتى؟ ما إحنا بقى لو قعدنا نقول إيه، حسب اللي هو نسيبها كده زي ما تيجي، تيجي، مش هتيجي على فكرة، مش هتيجي، ولو جات مرّة صُدفة، ما فيش حاجة بنسيبها كده للصُدف، فاهمين؟ فاللي هو بقى يوم السبت هابقى أشوف، طب ما هو يوم السبت هيجُر يوم الحد، هيسحب الاتنين، هتلاقي الأسبوع أصلًا خلص منِّك، هتلاقي الشهر فرط منِّك، فاهمين الsystem ده؟ كلنا طبعًا بنقع في المشكلة دي. فأنتِ حاجة خلاص أنتِ عرفتِ إن أنتِ عايزة تعمليها، حاجة بسيطة أنتِ بتبدئي بيها، ما ينفعش تجيبي كَم كبير فجأة وعايزة تغيّري الكون فجأة لحظي وعايزة فجأة تتغيّري، لأ، خليكِ على اللي هو فاهمة، بالراحة، على الهداوة، ابدئي حاجة اتقنيها وبعد كده ادخلي على اللي بعده. تحددي بقى وقت معين، ميعاد مناسب يكون مناسب ليكِ ومع اللي هو حاجة فاهمة، حسب يومِك وحسب أنتِ بتبقي فاضية إمتى وهكذا. طبعًا حد مثلًا عايز يذاكر، ما يجيش بقى يقول لي إيه، أصل أنا في آخر اليوم بعد ما يكون بقى راح محاضراته أو السكاشن،
راح دروسه، حد لسه طالب راح المدرسه، تيجي بقى الساعه 10 بالليل هبقى اذاكر. نعم، اللي هو هتبقى اصلا فصلت، فاهمين؟ فطبعا البديهي ان انا اختار اليوم المناسب والوقت المناسب وحسب الحاجه اللي انا بدخلها، وزي ما قلنا ندخلها بالراحه لو انت لسه جديده فيها. هندي اكزامبل المذاكره تاني. لو حد مثلا لسه اللي هو ما كانش شاطر قبل كده بس قرر عايز بقى يتشطر فعلا وعايز يطور من مستواه الدراسي وهكذا، ما ينفعش فجأة مرة واحدة فجأة انا هحضر المحاضرات كلها وهحضر السكاشن كلها وهاجي اقعد اذاكر من الكتاب وهجيب الورق. يعني كل ده انت هتعمله زي ما انت اصلا ما كنتش بتفتح كتاب، يعني مش طبيعي ولا بديهي. يعني حتى لو شديت يوم يومين مش هتكمل، فاهمين؟ فده اللي بيخلي الواحد ممكن يقع، بيبقى في حماس وباور عالي وبعد كده تلاقي مفيش، ما طبيعي لان ده مش روتين معاك. يعني لو في شخص من صغره بيذاكر او متعود على السيستم ده هتلاقيه عادي شغال ومكمل، وممكن في اليوم بيحصل وبيذاكر بالاربع خمس ساعات وهكذا بقى حسب ثانوية عامة جامعة، ممكن يكون كمان اكتر من كده. فالمهم يعني لو حد معتاد على حاجة او ده روتين الدنيا هتبقى سهلة معاه، فانت دخل الحاجة واحدة واحدة لحد ما تبقى روتين معاك، هتلاقي بقى الدنيا سهلة. واحد عايز يبدأ مذاكرة انت ممكن تبدأها بنص ساعة يعني، وطبعا اختار الوقت المناسب اول ما تبقى صاحي. الدنيا تبقى تمام، ما تجيش في اخر اليوم تكون خلاص هنكت وتيجي تقول انا عايزة اذاكر. ممكن اصلا تبدأها ان انت لما تروح سواء بقى يعني لسه طالب في الدراسة في الجامعة، اعمل سيستم ان انت تحضر محاضرة معينة مادة معينة تبقى بس فايق فيها. يعني بلاش برضو جو ان انا بروح احضر المحاضرات. ايوه انت بقى حاول تستفيد من المحاضرة اللي انت بتحضرها، يعني ما بقاش بحضر وقاعدة وخلاص، فاهمين؟ اللي هو سرحانة في الملكوت قاعدة بتكلم مع صحابي حاطة الايربودز، لا، انا عايزة اكون مركزة. انت لو بس حضرت محاضرة واحدة في اليوم ركزت هتسهل عليك، فاهمين قصدي؟ المهم يعني ان احنا نحاول ندخل الحاجة بسيطة ونلتزم مع الوقت، بقى مع الالتزام هتلاقي نفسك بتعملها اوتوماتيك، هتلاقي الدنيا بقت اسهل. وطبعا احاول اشوف البيئه المحيطه بيا، يعني انا لو قررت ان انا اعمل حاجه والبيئه المحيطه بيا مش مشجعاني يبقى لا، احاول ادور على اللي هيشجعني. احاول ان انا ابص على المدى البعيد. يعني ساعات بنبقى عايزين النتيجه فوري، انا هعمل مثلا هذاكر النهارده ساعه او عشان الامتحان الاسبوع الجاي وعايزه اقفل، ولقيت نفسك ما قفلتش وممكن اصلا تكون 1/10، تتضايق بقى وتحبط ولا ومش عارفه ايه. طبعا حسب المرحله الدراسيه اللي انت فيها. فاللي هو يعني ساعات اصلا انت لما بتبدأ تلتزم وتبدأ تعمل حاجة تلاقي الموضوع جاي عكسي، فاهمين؟ لازم يبقى عندك صبر ولازم تبقى شايف المدى البعيد او الهدف اللي قدام بعيد. انا اصلا ليه بدأت من هنا؟ ما هو انا مش فجأة بدأت فجأة هوصل. يعني احنا ده لازم، دي اكتر حاجة اصلا ممكن تكون بتعطلنا او بتخلينا ما نكملش. انا بدأت يعني اخد بالي ان المشوار لسه طويل، مش هوصل دلوقتي ولا هوصل بكرة، لا أنا محتاجة مواظبة، محتاجة أفضل مستمرة، الهدف بتاعي لسه قدام. فأنت لو فقدت الحماسة أو يعني حسيت إن في شغفك قل، حسيت إن أنت هبطت ما عندكش طاقة، دايما تفكر نفسك بالهدف اللي أنت بدأت من الأول عشانه. يعني أنا ليه من الأول قلت إن أنا هعمل ده؟ عشان واحد اتنين تلاتة. وفي نفس الوقت برضه ما كنتش بضغط على نفسي، يعني ممكن يكون في فعلا وقت أنت محتاج ترتاح، وقت أنت مش قادر تعمل حاجة، عادي خد بريك. ما هو طبيعي انا طبعا هبقى عامله سيستم او هبقى عامله اللي هو البلان بتاعتي، اكيد مش همشي عليها 100%. يعني الواحد دايما لما بيجي يعمل بلان بيعمل حاجات اكتر من اللي هو يجيبها، فاهمين؟ يعني ممكن مثلا حد بيعمل اللي هو نظام المذاكره، انا هذاكر النهارده 4 ساعات، ممكن تلاقي نفسك ذاكرت ساعتين، بس ما ينفعش بقول ساعتين ما انت هتذاكر نص، فاهمين قصدي؟ فاللي هو خلي اللي هو الليميت بتاعك اكتر، انت السقف طموحك اكتر علشان لما تجيب اقل منه تمام الدنيا ماشيه تمام. بس اللي هو بقى ما نقفرش بقى ونقعد نقول ده انا هذاكر 12 ساعه، نعم. مش للدرجه دي بقى، فاهمين؟ عشان ما تحبطش، يعني بيبقى في ليميتس يعني. كل واحد طبعا حسب هو فاهم نفسه ازاي. يعني لازم طبعا تبقى واعي بنفسك، فاهم نفسك، علشان السيستم اللي انا هحطه ليا، يعني انا لو بحط بلان لهدير مش هيمشي مع نهى مع سهى مع محمد مع احمد، كل واحد حسب هو ايه تفكيره، ايه طموحه، ايه اللي عارفين كده لما مثلا يبقى واحد صاحبك وانت بتسايسه، سايس نفسك من الاخر، انت بتسايس نفسك، عايز تبدأ في حاجة لقيت نفسك وقعت في النص، طبعا تبقى عارف انت وقعت ليه، ايه الاسباب اللي وقعتك، وتقوم وتكمل وتحاول تاني
وتسيس نفسك، مشي امورك. وطبعا لازم تبقى فاهم اصلا ايه اللي هي المفاتيح بتاعتك انت. لما يعني مثلا في ناس بتيجي ان انت تقعد تحفزها، ذاكر اجتهد، شايف اللي هو ذاكر اكتر علشان تبقى شبه مش عارفه مين. في ناس تانية لا، ما بتحبش الاسلوب ده. هي انا ماشي